بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو جديد معاكم. ان شاء الله بضيفة خفيفة عليكم. ولو كنتي اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على اعجبني عشان خاطر لايك، يعني عشان خاطر الفيديو يرتفع. احنا دلوقتي النهارده هنعمل برضو فيديو زي ما قلت لكم، حاجات خفيفه للمصايف عشان خاطر انا عامله قبل كده على طول على فكره في القناه حاجات كتير، اكلات كتير اللي هي بالمفروم، بربع المفروم، وكانت بتبقى حاجات جميله ومشبعه جدا، وبصدر فرخه وفص الصدر. فانت ممكن تمشي كده في القناه تشوفي الحاجات دي وتنفعك جدا، يعني مصايف، او تنفعك خروجات الصيف، او تنفعك حتى في البيت، بس اكل الصيف الخفيف بقى اللي هو مش عايز وقفه في المطبخ ولا عايز تعب والدنيا حر وحاجات كده. النهارده هنعمل كبده. انا عملتها معاكم قبل كده برضو، وعملتها بكبده الفراخ. النهارده هنعمل كبده ان شاء الله اسكندراني. هي اكله حلوه جدا، وبتبقى الواحد يعني نفسه بتهف عليها كده وبيشم ريحتها في الشارع، بيبقى يعني هيموت وياكل منها. بس طبعا انا يعني بتاعت الشارع دي شويه يعني صعب عليا، فانا بحب اعملها قوي في البيت. هي اصلا زي ما انتم عارفين الكبده دي اساسها هي الثوم، فاحنا على قد ما نقدر طبعا هنفصص كده كميه حلوه من الثوم وندقها في الهون، او في المدق بتاع الثوم. انا بقى بعد ما دقيتها شلت زي ما انتم شفتوا كده جزء منها، لان انا هعمل جنبها بتاع ده. آه انا اسفه بنسى الاسماء خالص. البدنجان هعمل شويه مسقعه كده جنبها، لان اصلا الكبده بتحب قوي تعمل جنبها بدنجان بالخل والثوم وحاجات كده، بتبقى حلوه قوي، بتبقى اكله حرشه جدا. فانا شلت حته توم كده قبل ما ادق فيها الفلفل وكده، وبعدين خدت قرنين فلفل زي ما انتم شايفين كده حلوين حاميين. ولو طبعا ما بتحبيش الحامي عندك ممكن تاخدي الفلفل اللي هو الكوبي، وبيدق وبيدي نفس الريحه ونفس الطعم الحلو، بس طبعا ما بيبقاش حامي. فانا بحطيت القرنين الحاميين دول قطعتهم ودقيتهم مع الثوم، وحطيت عليهم شو، انا حاطه اصلا ملح طبعا في الثوم، وحطيت بقى شويه خل وبخليهم كده ياخدوا يعني زي ما تشوفي يترقدوا كده فيها. بيدوا الخل بياخد من ريحه الثوم وبياخد من طعمه، وبيبقى بعد كده الخل والثوم ده جميل جدا، بتبقى ريحته تجيب اخر الشارع. فانا بقى خدت حبه الثوم اللي انا عملتهم وشلتهم في الاول، وعملت بيهم صلصه المسقعه او البدنجان بالثوم، البدنجان بالصلصه اسفه. وهعمل البدنجان ده نصه بالصلصه نصه بالخل والثوم، عشان عندي انا حبه بيحبوا كده وحبه بيحبوا كده، فانا هعمل حبه كده وحبه كده. انا دلوقتي عملت الصلصه دي، حطيت التومه في زيت، ولما يا دوبك تطلع ريحتها، لا تسيبيها تحمر ولا تصفر ولا اي حاجه. اول ما تشمي ريحه الثوم يبقى كده الثوم خلاص ابتدت تستوى. تقومي حاطه على طول الصلصه المضروبه او الطماطم المضروبه، تحب تحطي شويه ملح وفلفل اسمر وشويه كمون لو عايزه، وخل، وتسيبيها بقى تتسبك على قد ما انت عايزاها تتسبك. وبعد كده بنحطها بقى خلاص على جنب، ونبتدي بقى نعمل بعد كده الكبده. انا الكبده قطعتها، انا اصلا كنت جايباها قبلها بيوم، فهي كانت في الفريزر فكانت متقطعه. قطعتها حطيتها لجنب لحد ما اعمل التومه. احنا الاول انا صراحه بحط الكبده الاول، وبديها صدمة في الزيت. أنا بحطش الزيت في الطاسة، وأحط عليه الكبدة، بديها صدمة وأفضل أقلبها كده لغاية ما لونها كل لون الكبدة يتغير. لأني أنا لو فضلت حطيت الثوم الأول بعدين الكبدة، الكبدة عبال ما بتستوي أو تبتدي تستوي يكون الثوم اتحرق، فبيبقى طعمه وحش قوي. فطبعا انت حتى لو وقفتي عند الراجل بتاع الكبده شويه شفتيه هو بيعمل كبده، هتلاقيه بيعمل كده، بيحط الكبده على الزيت ويقلبها كويس تغير لونها وتغمق، ولو فيها شويه ميه بتشربها تاني. وبعد كده بتبقى متهيئه خلاص انك انت تحطي بقى ايه التومه. في الوقت ده بقى انت بتحطي التومه، ما بتاخدش بقى وقت كبير، وتكون الكبده كده خلاص استوت، وفي نفس الوقت بتبقى التومه
لسه فيها سنة نيان كده، ما بتبقاش محروقة ولا طعمها، لانها اول ما اتحرقت طعمها بيبقى وحش وريحتها بتبقى وحشة. فانت بتحطيها، احنا عايزينها تبقى زي ما انت شايفة كده. كده الكبدة ما فيهاش توم، كده الكبدة من غير التوم. اول ما خدت خلاص كلها اللون، رحت حاطة اهو التوم عليها كده. التوم ده فيه خل اصلا. حط عليها التوم، وبعدين هنقلبها شوية. واحنا بنقلب طبعا كده، واحنا اثناء ما احنا بنقلب الثوم نحط طبعا ملح وفلفل اسمر وكمون. وتزودي طبعا الكمون، لان هي الكبده اساسها الثوم والكمون او الخل والليمون. نحط بقى بعد كده ليمون. يعني انا سبت التومه تتحمر سنه، وبدات اقلي في البدنجان. والتومه بقى اول ما خلاص التومه كده زي ما انتم شايفين، في الوقت ده تقومي حاطه ال- الملح والفلفل الاسمر والكمون وشويه خل وليمون. تعصري بقى الليمون زي ما انت عايزه، يعني 2 3 حسب ما انت بتحبي الليمون. انا خلاص بقى كده عملتها، ورحت حاطه بقى، بدات ان انا اقلي الباذنجان. الباذنجان طبعا مش متطلعهوش لونه غامق قوي. كل ما يبقى يعني سنة فتحان كده بتبقى الباذنجانة طعمها حلو، وما بتبقاش طعمها محروق، ولا يعني طعمها ممرر. بتبقى فيها كمان طري كده. اهو زي ما انتم شايفين، جبت الكمون وحطيته. انا حاطه الملح والفلفل الاسمر من الاول خالص، من وانا بعمل الكبده. بس طبعا طول ما انت بتعملي الكبده تقلبي وتدوقي وتظبطي الملح والحاجات دي. واجي الليمون، حطي الليمون مع الثوم، بيبقى ريحته في منتهى الجمال، تضرب الريحه على طول في بتاعت الكبده الاسكندراني. تعرف انك انت بتعملي كبده اسكندراني على طول. فحطيت عليها كده الليمون، ونقلبها شويه، ومنحطهاش كتير على النار. وبنخلص كده تمام، الكبده خلصت. والباذنجان اللي احنا بنقليه ده هنكمل قلي. وبعد كده احنا ساعة ما دقينا الثوم، خدت معلقتين بس من الثوم اللي هو بالفلفل والخل ده، معلقتين 3 كده حطيته، عاملين حسابي ان يعني يبقى كتير يعني. حطيتهم على الكبدة، وسبت حبة للباذنجان. فأول ما أنا بدوقها بتبقى حلوة وطرية جدا، بتبقى كلها كده جوسي من جوه، وما بتبقاش ناشفة ولا محجرة ولا مغمقة. شايفين لونها فاتح كده وجميل، بتبقى حلوة قوي قوي. هنكمل قلي الباذنجان. طبعا انا ممكن تعملي جنب المكرونه جنبها مكرونه، بس انا حبيت ان احنا ناكلها بالعيش، فعملت جنبها الباذنجان ده. اجي كده ناخد بقى جزء من الباذنجان بعد ما اتقلى، وشوف لونه جميل، لونه في منتهى الجمال، طعمه حلو جدا وطري. وبعدين نحط بقى باذنجان، وبعدين نحط صلصة من اللي احنا عاملينها، وبعدين نحط باذنجان تاني، ونحط صلصة تاني. وطبعا احنا قلينا كام فلفلاية كده معاها. الفلفل برضو ده حلو قوي، بيبقى طبعا بيخلي كده حرشة، بيخلي الأكلة حرشة، وبتبقى أكلة في منتهى الجمال. تاكلي منها يعني، أنا ممكن أكل منها رغيفين يعني كاملين وما اشبعش. الأكلة بتبقى حلوة قوي، وزي ما انتم شايفين كده. وجربيها هتعجبك قوي الكبدة كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.